بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده كنا في سوق يوم الثلاث زي ما انتم شايفين كده. دي ادوات المنزليه وحاجات البلاستيك، وبرده بيبيعوا اقلام وكشاكيل، وبيبيعوا اقلام رصاص عشان المدارس. كل سنه وانتم طيبين. ودي برده الزمزميات اهيت بتاعه المدرسه، وده الزبالات، وده الفوط بتاعه المطبخ، وده برضو الاسبوتة بتاعة الغسيل والصواني، واطباق شلستين، وديت البهارات، ودي برضو طاسة كده ألمونيا برضو. قلت اوريكم بقى الحاجات اللي في السوق النهاردة زي ما انتوا شايفين كده. ودي المناخل برضو شلستين اهي. وجبنا بقى سمك من السوق، وقلنا بقى نروح كده نغسل السمك ونشويه زي ما انتوا شايفين كده. والدتي بقى كنا مع احنا وهي كنا في السوق النهارده بتاع يوم الثلاث. والدتي بقى جابت سمك، وانا بقى جبت اقلام للاولاد، اقلام رصاص. قلنا بقى نشوي السمك زي ما انتوا شايفين كده. والدتي جابت كيلو سمك، كيلو سمك كبير ب50، ونص كيلو من الشبر الصغير. الشبر الصغير كان ب30، والشبر الكبير دوت كان ب50 زي ما انتوا شايفين كده. قلنا بقى نولع الفرن ونشوي بقى السمك اهوت، بس الفرن بتاعنا صغير بيبي، فقلنا بنشويه على مرتين. بعد ما دول يطلعوا بقى بنحط بقية السمك، بس صغير بس جميل. بنعمل فيه كل حاجة، بنشوي في السمك، بنعمل فيه صواني كيكة، بنعمل فيه بيتزا، بنعمل فيه كل حاجة. جميل، بينفع في كل حاجة. الفرن الصغير ده جميل. بعد كده بقى نطلع السمك من الفرن، واحنا عاملين بقى جنب السمك عاملين كشري اصفر. لان الاولاد عندي ما بيحبوش الرز الابيض خالص، بيحبوا الكشري كده، فبنحط لهم عليه عدس عشان يبقى كشري، لانهم بيحبوا الكشري اكتر من الرز. لو رز ابيض ما يرضوش ياكلوه، بيحبوا كشري. فعملنا بقى كشري اصفر كده جنب السمك، وعملنا سلطة. الطماطم النهارده في السوق كانت غالية قوي، الطماطم ب20 جنيه، والمستوية كانت ب15. فجبنا بقى جبنا طماطم مستوية، وجبنا طماطم جامدة ب20، وكانت ب25 برضو. الأسعار زادت قوي النهاردة في السوق، والمانجا ب40، والطماطم ب20، وفي ب15 المستوية، والجوافة كانت ب15. عملنا الغدا اهوت، حدقنا السمك، وادي السلطة، وده بقى الرز الاصفر كشري، وده المخلل الليمون. وعجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير، وتفعلوا زر الجرس. مع السلامه، اشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.